يا اهلا وسهلا بكل متابعينا. جايب لكم النهارده فيلم هيفكرنا بابطال الزمن الجميل، لانه فيه اتنين من اكتر الناس اللي بنحبهم من ايام طفولتنا، وهم جاكي شان وجون سينا. الفيلم بيبدا مع عمال صينيين في موقع في الصحراء بيستخرجوا منه النفط، بس بيكون في عصابه خطيره من المرتزقه بتهاجمهم وبتحاول تسرق الفلوس والنفط اللي معاهم، وبيكون في فريق من القوات الخاصه تم استدعائهم بقياده جاكي شان عشان ينقذوا العمال دول وينقلوهم من المنطقه الخطر دي للمنطقه الامنه. وبيوصل فريق القوات الخاصة واللي بيكون في استقباله رئيس الموقع، وبتعرف القائد جاكي شان بخطورة الوضع وإنها زودت أعداد الأمن عشان يحموا الموقع، بس للأسف المرتزقة عددهم كبير جدا ومش عارفين يتصدوا ليهم. وهنا بنروح لجون سينا، واللي كان جندي قوات خاصة سابقا وحاليا هو أحد عناصر العصابة، وبيكون اسمه كريس. وبيجي ليه شخص واللي بنعرف إنه أخوه وعضو في العصابة عشان يديله نصيبه من العملية اللي فاتت، وبيطلب منه انهم يشتركوا في العمليه دي، واللي هتكون اخر عمليه يشتركوا فيها لان نصيبهم هيكون كبير جدا. وجون سينا بيرفض وبيقول له لا، دي عمليه خطيره جدا، وبيرفض وبيسيبه وبيمشي وبيروح القريه بتاعته، وبتكون في الصحراء وبتكون الميه مقطوعه فيها. وبيقابل جون سينا واحد وبيقول له ان الميه هتفضل مقطوعه، وعشان الميه تشتغل لازم يدفعوا للشركه $100,000. وهنا بيسيبوا جون سينا وبيدخل بيته، وبتجيله ست كبيرة وبتسأله هنعمل ايه في المشكلة دي وازاي هندبر الفلوس دي دلوقتي. بيرد عليها كريس وبيقول لها ما تقلقيش انا هتصرف. وبنرجع تاني لجاكي شان تاني يوم الصبح، واللي بيكون بيجهز هو وفريقه العمال عشان ينقلهم من المكان الخطر للمكان الآمن. وبتقابله رئيسة الموقع وبتدي شنطتها لمهندسة اسمها مي، وبتقول لها خلي بالك من الشنطة عشان فيها مفتاح الحماية. وبعدها بيطلعوا على الاتوبيسات، ومي بتركب الباص مع جاكي شان، بس بيظهر انهم يعرفوا بعض وفي مشكلة بينهم. وبتطلع مي دي بنت جاكي شان، وانها مش بتكلمه، وده بسبب ان مامتها ماتت، وفي الوقت ده جاكي شان كان في مهمة وما كانش معاهم. ولما بيحاول جاكي شان يتكلم معاها ويلطف الجو هي بتقفش عليه، ويبان انها مش حابة تتكلم معاه. وجاكي شان بيكون حزين جدا وبيقول لها انه غصب عنه، والمهمة اللي كان فيها وقتها كانت سرية جدا. لكن مي بترد عليه وبتقول له انت مفكر اما تجيب فريقك عشان تيجي تنقذني هنسى كل اللي فات وهسامحك؟ بتقول له لا طبعا مش هسامحك، انت حطمت قلب امي وسبتها وانا كنت محتاجه لك، وهي كمان كانت محتاجه لك. وطبعا جاكي شان ما كانش عارف يرد، وفجأة بيلاقي قدامه عاصفة رملية، فبيكلم واحد من اعضاء فريقه وبيقول له انت مش قلت لي ان انت اتأكدت ان الجو كويس ومفيش اي عواصف؟ قال له ايوه انا اتأكدت، معرفش العاصفة دي جات ازاي، ولكن الفريق بيضطر يدخل فيها. وجاكي شان كان حاسس ان العاصفة دي مش طبيعية، وكمان الاتصالات بتنقطع بينه وبين الفريق بتاعه اللي بيكونوا في باقي الاتوبيسات، وما كانش عارف يتواصل معاهم. وبيطلع عليهم في العصابة اللي من ضمنها كريس ورجالته، وبيقدروا يفرقوا الاتوبيسات عن بعض. وبكده بنفهم ان كريس وافق على انه ينفذ المهمة دي عشان يقدر يدفع $100,000 للقرية علشان ينقذ الاطفال اللي فيها. جاكي شان بيطلع من العاصفة وبيقف جاكي شان عشان يطمن عليهم، ولكن بيكتشف ان في 2 من الاتوبيسات اختفوا. فبيقوم جاكي شان مستدعي الهليكوبتر وبيروح يركبها هو، وبياخد بنته معاه عشان يشوف اللي فاضلين دول راحوا فين. بيكتشف ان العاصفة دي ما كانتش عاصفة ولا حاجة، وان المرتزقة كانوا عاملين عاصفة مصطنعة عشان يقدروا يستولوا على الاتوبيسات دي. وبيكمل لف وشوية وبيلاقي الاتوبيس اللي كان فيه البنت، وبتقول لهم ان المرتزقة هجموا عليهم وانهم امريكان واخدوا الناس الرهاين. والهليكوبتر التانية بتقدر تشوف العصابة وبتضرب عليهم نار، وهم برضو بيضربوا عليها نار. وبعد شوية من الاكشن والمطاردة ما بينهم قدروا يضربوا الطيارة، وانهم امريكان، ان المرتزقة امريكان وخدوا الناس الرهاين. والهليكوبتر التانية بتقدر تشوف العصابة وبتضرب عليهم نار، وهم برضو بيضربوا عليها نار. وبعد شوية اللي اختفى وبيقول لهم انه هينزل يشوف ايه اللي حصل. وبينزل جاكي شان وبيكون بمنتهى الخفة والرشاقة، وبيكتشف ان مفيش حد من المرتزقة في الاتوبيس، وبيكتشف ان في 5 من اللي كانوا في الاتوبيس اتخطفوا. ولما بيوصل كريس للموقع بيتخانق مع اخوه وبيقول له انت اتورطت مع مين في العمليه دي؟ مين اللي مأجرنا؟ وبيطلع اوين اللي كان تبع شركه الميه، يا رب تكونوا فاكرينه. واتاري هو كان عامل كل ده عشان يخلي كريس يخطف رئيسه الموقع عشان يقدر يجبرها انه ياخد منها مفتاح الحمايه ويسرق كميه كبيره من النفط اللي كانوا بيستخرجوه من الموقع. وبيقول لكريس الصحراء دي طلعت فيها كنز ذهب وبترول. فبيرد عليه كريس وبيقول له وانا مالي فبيرد عليه كريس وبيقول له انا مالي بالكلام ده، دي حاجة تخصك انت وشركتك. واوين بيقول لكريس ان دراجون هو قائد فريق الانقاذ، ودراجون ده اللي هو جاكي شان، وبيقول له انه هيجي عشان ينقذ رئيسة الموقع. وبيطلب من كريس
انه يقتل دراجون. وهنا بيقول له انا ماليش دعوة، فكريس قال له انا ماليش دعوة بالموضوع ده وسابه ومشي. فبيجري اخوه عليه وبيقول له خلينا نستنى شوية لحد ما ناخد الفلوس. قال له لا، لازم نسيب الموضوع ده لان الموضوع هيكبر وهيكون فيه مشكلة كبيرة. وبيقول له انت عيل فاشل، وبيضربه بالنار هو واللي كان معاه، وبيقول لرجالته ارموه في اي حتة وكأن الصينيين هم اللي قتلوه. وجاكي شان بيشوف كريس وبيقول للكابتن يروح وراه، فالكابتن بيرد عليه وبيقول له ان البنزين اللي في الطيارة هيوديهم بس مش هيرجعهم. فجاكي شان بيقول له كمل بس وما تقلقش، وبينزل وراه وبيقابل كريس. وكريس بيرد على جاكي شان وبيقول له مش انا اللي بتدور عليه. وجاكي شان كان باصص له بصة غضب، وكان لسه هيحصل بينهم اكشن، بس بيجي الطفل صغير لكريس وبيقول له انه عايز يلعب معاه، وبيرجع عن اللي كان ناوي يعمله وبيسيبه وبيمشي. وكريس بياخد عربيته عشان يروح يجيب الفلوس من اخوه. بيكون جاكي شان مراقبه وبيركب عربية لقاها في القرية وبيروح وراه. واول ما بيوصل كريس بيتصدم لما بيلاقي اخوه مقتول، وبيستخبى بسرعة لما بيسمع صوت بره. ولما جاكي شان بيدخل بيهجم عليه. والصراحة مش عايز اقولك عن الاكشن اللي حصل في اللقطة دي. قوة جون سينا وكتلته العضلية بتقابل مهارة وسرعة جاكي شان اللي كان خفيف وسريع جدا، وكانوا عاملين بالظبط زي توم وجيري. غير لما بيدخل عليهم تجار السلاح اللي كريس اشترى منهم الاسلحه، واللي بيكونوا غضبانين منه جدا لانه ما دفع لهمش فلوس الاسلحه. لسه هيحصل بينهم مشكله، فبيفكوا قنبله غصب عنهم، والعصابه كلها بتخاف وبتجري بتطلع بره. وبعد ما بيطلعوا بره بيقفلوا القنبله تاني وبيستخبوا بسرعه، والعصابه بتفضل تضرب نار بالاسلحه التقيله على المكان اللي هم فيه لحد ما الأسلحة بتاعتهم بتخلص. ولما بيمشوا بيطلع جون سينا وجاكي شان وبيكتشفوا ان العربية مليانة طلقات. وبعدها بيتعرفوا على بعض وبيتفقوا انهم هينتقموا من اوين مع بعض. في الوقت ده اوين بيكون وصل لموقع استخراج النفط، وبيهدد رئيسة الموقع انها تفتح الشنطة، ولو ما فتحتش الشنطة فهو هيقتل ابنها. فرئيسة الموقع بتخاف جدا، وابنها وبتقول له ان المفتاح الشنطة مش معاها، مع حد من الافراد الكتيبة بتاعتها. فابنها بيقول له الشنطة دي فيها موبايل، لو تعقبته هتعرف مكان اللي معاها المفتاح. في الوقت ده بيكون جاكي شان راح مع كريس القرية، وبيفضل زي عادته ويضحك الأطفال ويعمل لهم حركات طريفة كده عشان يضحكوا. وبعدها بيقعد مع كريس، وكريس بيقول له مين البنت الجميلة اللي في الصورة دي. فهنا جاكي شان بيتضايق وبيقول له خلي بالك من كلامك، دي بنتي. وبيقول له دي بنتي، خلي بالك من ألفاظك. وبعدين بيقول له في مشكلة بينك وبين بنتك. فبيبدأ جاكي شان يبدأ يحكي له المشكلة اللي حصلت وسبب وفاة مراته وزعل بنته منه. وفي نفس الوقت برضو جون سينا بيحكي عن وفاة باباه ومشاكلهم، وبيبدأوا يفتحوا قلبهم لبعض، وبنته بتسمعه. وفي الوقت ده بيسمعوا أصوات حركة غريبة بره، فبيكتشفوا ان عصابة اوين جاية عشان تنتقم منهم وتقتلهم. فهنا بيبدأوا يتسلوا عليهم واحد ورا واحد، وبيبدأوا يدخلوا معاهم في قتال. وطبعا كعادة جاكي شان في كل القتالات بتاعته بيبقى فيها ما بتخلاش من الضحك والمرح. فبيبدأوا يتفقوا، وأول حاجة جاكي شان بيضرب واحد وجون سينا بيضرب واحد، وبعدين جون سينا بيدخل يساعد جاكي شان وهو بيتضارب مع واحد. فالاتنين بياخدوا سقف البيت وبيقعوا تحت على الأرض. وجاكي شان بيقول له اطمن أنا كويس ما تقلقش. فبيقول له أنا مش قلقان عليك، أنا قلقان على نفسي، قوم. وبعدين بيبدأوا يتفقوا مع بعض انهم ازاي هيحاربوا العصابة دي. فجاكي شان بيقول له بتفهم في لغة الاشارة؟ بيقول له طبعا. وبيبدأوا يحاربوهم. فبيبدأ جاكي شان يعمل له اشارة، اول اشارة بيفهمها جون سينا، تاني اشارة ما بيفهمهاش وبيضرب نار. فبيضطر في الوقت ده جاكي شان يطلع ويتضارب مع العصابة، وبيطلع يقول له مش انت قلت بتفهم في لغة الاشارة؟ قال له ايوه. قال له انا بعمل لك كده يعني وراك، ليه ما روحتش تضربه؟ فبيرد عليه جون سينا وبيقول له الحركة اللي بتعملها دي معناها بتقول لي كلمني في التليفون او تعالى اعزمك على مشروب، مش معناها خالص ان في حد ورايا. وبيكون في حد من العصابة لسه هيقتل جاكي شان، بس جون سينا بيلحقه وبيضربه بالنار وبيقول له عد الجمايل. وبعد شوية مطاردات وضرب أهل القرية بيتلموا مع بعض
وبيحاصروا رجالة اوين. بس طبعا اهل القرية بالعصيان وبالسكاكين، انما العصابة بالاسلحة. وفي الوقت ده بيخاف طبعا على اهل قريته وبيجري بسرعة، لانه عارف انهم عايزين الشنطة بيجيبها وبيديها لهم. وبياخد اهل قريته وبيمشوا عشان ما يعرضهمش للاذى. والصبح بيعرف جون سينا ان الشنطة دي كان فيها مفتاح، والمفتاح ده هيخلي العصابة تسرق كمية كبيرة جدا من النفط، وانهم هيملوا سفن وعربيات كتير من الخزانات اللي تحت الارض. ففي الوقت ده بيقرر انه ياخد جاكي شان ويروحوا ينتقموا من اوين. ومي بتقرر انها تروح مع جاكي شان وجون سينا عشان تنتقم من اوين، لكن طبعا جاكي شان بيرفض. وبيركب جاكي شان وجون سينا العربية وبيمشوا، لكن طبعا مي بتكون عنيدة زي ابوها وبتلاقي عربية واقفة فبتاخدها من وراهم وبتمشي وبتراقبهم وبتمشي وراهم. وأوين بيكون أكبر رئيسة الموقع إنها تفتح جهاز التحكم، وبيبدأوا يسرقوا في البترول، وبيبدأ يملى العربيات بالنفط المسروق، وبعدها يبدأ يملى السفن بالنفط المسروق، وده عن طريق الأنابيب اللي ماشية تحت الأرض. وبيوصل جاكي شان وجون سينا للموقع اللي فيه العصابة، وبيرجعنا لذكريات زمان وخفة ومهارة جاكي شان، وبيبدأ يطلع على الأنابيب بالراحة بمهارة. وطبعا جون سينا لان جسمه عضلات وقوي بيدخل عن طريق الارض وبيمشي وبيبدأ يتضارب مع افراد العصابة على الارض. وجاكي شان بيتنطط فوق وبيضرب فيهم شمال ويمين وفوق وتحت. واوين اول ما سمع صوت خطر بره قام كاسر مفتاح الحماية. ليه؟ عشان مفيش حد يقدر يوقف تدفق النفط للسفن بتاعته، وقام هربان عشان محدش يقدر يمسكه. وبعدها بنرجع تاني لجاكي شان وجون سينا اللي بيكونوا عاملين دويتو جامد جدا وهم بيضربوا في الافراد العصابة. كريس او جون سينا بيجري الجري ورا اوين عشان يطارده وينتقم منه، وكان هين عليه يضربها لانه بيحب عربيته جدا وخايف عليها، وفي نفس الوقت عايز يشكرها انها جات. وبيركب معاها العربية وبيقول لها طيري، وبيجري بسرعة عشان يلحق اوين. واوين بيشوفهم وبيفضل يضرب عليهم نار بالاسلحة اللي معاه شان، وهي بتسوق وبتقوم كسراله العربية. وطبعا هو بيحب العربية جدا فبينزل من العربية وبيقعد يزعق لها، بس بيمسك نفسه لانه شكله اعجب بيها. وبعد شوية بيجي لهم جاكي شان وبيقول لهم رايحين مكان اوصلكم، فبيركبوا معاه بسرعة. وبيمشي جاكي شان باقصى سرعة عليه وبيدخل في عربيات النفط فبيفرقعهم وبيدمرهم، تنفجر العربيات. واوين بيشوف السواق اللي كان راكب جنبه فبيلاقيه مات، فبياخده بيرميه على الارض وبيركب العربية وبيمشي بيها باقصى سرعة. وبيجري جاكي شان باقصى سرعة بالعربية وبيقوم لاحق عربية اوين وبتتعلق فيه، وبيجري بأقصى سرعة وبيتفاجئ قدامه على منحدر، فبيربط نفسه هو وبنته في الكرسي الأمان بحبل، وبيقوم قايل لها نط بسرعة من العربية. وطبعا جون سينا بيكون متشعلق في العربية وما بيكونش سامعهم وهو بيقول لهم، وجاكي شان بيقول له نط. العربية بتطير بسرعة وبتنزل بقى العربية بتاعت اوين من فوق التلة، لكن لحسن حظ اوين العربية بتاعته بتتعلق وجاكي شان وبنته بيتعلقوا. واوين اما لقى نفسه كده ميت وقال لك اموت نفسي واموت جاكي شان وبنته معايا، ولسه بيدوس بنزين وهينزل بيهم في المنحدر. جاكي شان بيفك نفسه بسرعة وبيقوم ناطط هو وبنته. مي بتلاقي صورة ليها هي وباباها ومامتها مع باباها كان محتفظ بيها، فبتبدأ تبص وبتعرف ان هو ما كانش ناسيهم ولا حاجة، وانه كان دايما فاكرهم، وان المهمة اللي كان فيها كانت غصبا عنه، وبتبدأ تحضن باباها. وفجأة بيلاقي جاكي شان حد ماسك في رجله وبيشده كان هيوقعه، فبيكتشفوا انه جون سينا، وبيقول له مش وقت حنان الاب دلوقتي، انا كنت هموت شدوني، وبيشدوه. وبعدها بيطلعوا وبيطمن جاكي شان على كريس، وكريس بيسلم على جاكي شان وبيبص لمي بنته وبيسلم عليها وبيقول لها بالمناسبة انا عازب ومش متجوز. جاكي شان بيزقه وبيقول له ابعد عن بنتي، بيقول له انا هتقدم لها، بيقول له مين قالك ان انا هوافق، انت لسه غشيم وقدامك حاجات كتير عشان تتعلمها، اما تتعلمها بقى تعالى تقدم وانا ممكن اوافق. وبعدها بيقف التلاتة على التلة وبيفضلوا ينادوا بصوت عالي عشان حد يشوفهم ويجي ينقذهم من المكان اللي هم واقفين عليه ده. الصراحة الفيلم مميز جدا، ومهما حاولت اشرحه لكن الفيلم متعة وفي كمية كوميديا مع الاكشن فوق الفظيعة هتضحكك.
يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيلم، وشكرا ليكم على متابعتكم.